تايجر عمل 3 اطعم جداد: جمبري رانش، جمبري كوري، جمبري مشوي. كل انواع الجمبري، اي واحد من دول سعره 10 جنيه. يلا بينا نسمي الله ونجرب اول حاجه جمبري رانش. دي الكميه من جوه، ده شكله اللي هو الشيبسي العادي. طعم الجمبري باين فيه قوي، وصوص الرانش برضو طعمه ظاهر فيه، ومع سنة بقى بصل، يعني ميكس خطير صراحة، طعمه تحفة. هنجرب بقى الجمبري الكوري. صراحة تايجر أبدع، طعمه تحفة تحفة تحفة، في سمنة سبايسي كده. وهقول لكم أقرب طعم ليه الاندومي بالجمبري، او النودلز اللي هي الصيني او الكوري اللي هي بتبقى بالجمبري في الكوبايات. طعمه قريب قوي 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 منها بصراحه. الطعم مظبوط، والكميه كميه التوابل كويسه قوي في الشيبسي، يعني بصراحه متغرق، تحفه بجد. لغايه دلوقتي الاتنين احلى من بعض. هنجرب بقى الجمبري المشوي. بصوا الطعم دوت اللي هو الجمبري المشوي قريب قوي من الجمبري الكوري، تمام؟ ده اول حاجه. تاني حاجه ان هو اقرب طعم ليه طعم شوربه الجمبري، قريب قوي 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 منه. بس الصراحه حلو، يعني بيرفكت. اللي اخترع الثلاث اطعم دول يعني 10/10. طيب انا لو هجيب ايه احسن واحد بالنسبه لي، او إيه يعني ترتيبهم ايه، انا هجيب اللي هو الكوري الاول، بعد كده الجمبري المشوي، بعد كده الجمبري الرانش. هما التلاتة يعني الفرق ما بينهم حاجة كده لا تذكر، بس انا لو لقيت اي واحد فيهم في الشارع انا هجيب اي واحد فيهم. لكن انا لو هي ال10 جنيه واحدة بس، انا اول حاجة طبعا هختاره زي ما قلت لكم الكوري، وبعد كده ده، وبعد كده ده. انتوا كمان جربوه، قولوا لي رايكم ايه، وقولوا لي عايزين نجرب ايه تاني مع بعض. باي باي.